اي مروحه في بيتنا ممكن تتكسر. المروحه الفريش الشبح ال 18 دي الجسم بتاعها معدن، ما بتتكسرش. وممكن نشوف. السلام عليكم. فصل الصيف على الابواب، والحراره السنه دي شكلها هتكون مرتفعه جدا. علشان كده كلنا بنكون حريصين اما نشتري تكييف او مروحه. لكن للاسف التكييف بيكون استهلاك الكهرباء بتاعه عالي، وسعر التكييف ذات نفسه بيكون مرتفع. علشان كده جايبين لكم مروحه جودتها كويسه وكفاءتها عاليه. اسمها يخوف شويه، لكن الجوده بتاعتها هتشفع لها. اسمها مروحه عمود فريش الشبح. عشان مروحه فريش عمود الشبح اثبتت جوده وكفاءه في البيوت بتاعتنا كلها، جايبين لكم مروحه النهارده هنفتحها ونبص عليها ونقول المميزات والعيوب بتاعتها.
المروحة الفريش اللي قدامنا القطر بتاعها 18 بوصة، وده بيناسب الأماكن الواسعة، لو صالة أو ريسبشن أو غرفة مساحتها كبيرة هنحس بالهواء بتاعها. وبالرغم إن الموديل اللي قدامنا ده من غير ريموت، إلا إن في شاشة هنا من قدام بس مش مضيئة، نحس اللي هي شاشة. في كتير مننا لما بيبص عليها يفكر إن الموديل ده بالريموت، وخصوصا إن لوحة المفاتيح بتاعة المروحة بتكون في الظهر. بيكون 3 سرعات ممكن اتحكم فيهم على حسب مساحة المكان او شدة الهواء اللي حضراتكم محتاجينه. ميزة المروحة دي ان الجسم العمود بتاعها كله من المعدن، تديك عمر افتراضي طويل وخامة متينة تعيش معانا. المروحة الفريش العمود ال 18 بوصة الشبح بتنزل بضمان 5 سنين من شركة فريش، ودي تعتبر فترة ضمان طويلة لأن الشركة واثقة في المنتج بتاعها إن شكاويه وأعطاله بتكون قليلة. وفعلا في بيوت حضراتكم وفي بيوتنا كلنا المروحة دي ثابتة وجودها ومفيش منها أي مشاكل أو أعطال. المروحة دي لو حبيتوا تشتروها النهاردة بتاريخ الفيديو اللي بتتفرجوا عليه سعرها هيكون تقريبا 1600 جنيه. طب هل المروحة دي كلها مميزات ومفيش منها أي عيوب؟ هي يعتبر فيها عيب واحد بس، صوتها بيكون عالي. يعني المروحة دي بتحب المكان الواسع، تتحط في ريسبشن في صالة كبيرة أو غرفة تكون كبيرة، هتجيب هوا شديد ومش هتحسوا بالصوت بتاعها. أما لو حطيتوها في غرفة نوم أو جنب السرير هيكون صوتها عالي ومزعج ومش هتعرفوا تناموا كويس. طيب لو حضرتك بتحب شركة فريش وعاوز مروحة 18 بوصة فريش، هل ينفع ان انتوا تشتروا نفس القطر ده لكن من غير صوت؟ فعلا شركة فريش بتنزل مراوح 18 بوصة بس مش الشبح، موديل تاني وصوتها يكاد يكون معدوم وملهاش صوت خالص. تابعونا في الفيديو الجاي ان شاء الله وهنقول لحضراتكم عليها. اتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.